لو عندك صدر فرخة تعالى اقولك ازاي تعملي احلى شاورما بتتبيلة المحلات، وهتاكلي وتبسطي اولادك وبسعر سندوتش واحد بس، والطعم ما اقولكيش ألذ من كده مفيش. تعالي اقولك ازاي التتبيلة. بس في البداية نصلي على الحبيب وما تنسيش اللايك والمتابعة للصفحة علشان ما يوصلك كل جديد. اول حاجة هنجيب صدر فرخة وابتدي بقى اقطعه شرايح رفيعة، وابدأ اعمل بقى التتبيلة. معايا كوباية زبادي، عليهم عصير ليمونة كبيرة، 3 معالق خل، ومعلقة توم فريش. عندي بقى البهارات: ملح، فلفل، بابريكا، كاري، بصل، وتوم بودر، معلقة مرقة دجاج كبير. ونقلب كل المكونات نمزجها كلها مع بعضها، وبعد كده انزل بالفراخ اللي انا قطعتها، انا انزلها في قلب التتبيله دي واقلبهم بقى كويس، اقلبهم مع بعض. وبعد كده ادخلها التلاجة من ساعة ل3 ساعات. وكل ما اسيبها في التتبيله بتبقى احسن طبعا، ويا ريت تكون بايته على بيض بتبقى احلى بكتير. وبعد ما خرجناها من التلاجة عندنا زيت يكون سخن في طاسة، وننزل بقى ايه معلقة معلقة كده جنب بعضها، ونسيبها ما نقلبهاش، نسيبها على ما تاخد وش كده، ونبتدي بقى نقلبها على الجنب التاني. ما نقلبها بقى على الجنب التاني نلاقيها اتحرمشت كده وخدت لون احمر جميل. وبعد ما تستوي ننزلها بقى ونركنها في جنب، ونخش بقى بالعيش السوري الجميل اللي قدامكم ده، عيش شفاف وطري وجميل. وكل الكميه اللي قدامكم ديت بكيلو دقيق بس. هنزل لكم الطريقه ان شاء الله قريب. نجيب العيش بقى ونفرده، معلقه توميه كده، وعليها معلقتين من الشاورما اللي احنا حضرناها، وصوابع بطاطس بقى، عايزه تحط شرايح طماطم اللي انت عايزاه. انا حطيت هنا صوابع بطاطس صوابع، وخيار مخلل، وكمان رشه جبنه ميكس كده. وزي ما انت شايفه بنلف. وبعد ما لفينا كل الكميه نجيب طاسه على النار فيها شويه زيت صغيرين، وننزل بالسندوتشات اللي احنا عملناها ديت، ونسيبها على جنب يحمر اهو. بعد ما يحمر نقلبه الناحيه التانية لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل اللي قدامكم ده. وتشتريه بقى بعد كده من بره. جربيه وقولي لي ايه رايك بقى في الكومنتات.